الشركات اللي عاملها في انجلترا اساسا زي ما حضرتك عارف في لندن. روما في كلام اللي هو يرجع تاني مع اليوفنتوس. لكن انا يعني حسب المصادر اللي جات لي والكلام اللي برضو في اتلتيكو مدريد وفي برشلونه. ريال مدريد لا، بعيد خالص عن صلاح. في اتلتيكو مدريد وفي برشلونه بالنسبه لاسبانيا. باريس سان جيرمان مش فرنسا. باريس سان جيرمان انريكي لسه بيفكر لان هو بيحب مع ناصر الخليفي بالظبط. لكن ناصر الخليفي عايزه، يعني ناصر الخليفي اللي هو رئيس نادي، الراجل اللي سبونسر، الراجل اللي بيدفع، اللي بيدير وبيدفع، عايز محمد صلاح. غلطة سراي زي ما قلت لحضرتك نفس القصه. ايطاليا. السعوديه بقى في 3. النصر السعودي بناء على نصيحه كريستيانو قال لا ما تجيبوش صلاح. ما تجيبوش صلاح ليه؟ مين الهيرو الوحيد؟ لا طبعا. مين الفيرست وان؟ كريستيانو رونالدو. معنى وجود صلاح في الدوري السعودي او في نادي النصر، رغم انه قبل كده قيل انه رونالدو هو من يتواصل مع صلاح ويطلب منه المجيء للدوري السعودي بصفته هو سفير للدوري السعودي. شعبيه صلاح العالميه في الوطن العربي كمان بشكل لما يروح الدوري السعودي اذا راح يقال برضو في عروض امريكيه طبعا، وانه ميسي برضو بيغريه برضو سانديجو او سانتياغو اللي هو ده برضو ملياردير مصري هو رئيس النادي. كان في تواصل معاه. انتر ميامي ديفيد بيكهام يعني قال لك مع ميسي هتبقى حاجه جميله ولطيفه طبعا، وهياخد استثمارات نسبه استثمارات في النادي زي ما عمل كريستيانو في نادي النصر السعودي. الواجهه لمحمد صلاح ما نعرفهاش قوي، لكن اللي عجبني كمان ان جاري لينكر اتكلم جاري لينكر قال من اعظم اللعيبه اللي مرت بالدوري الانجليزي. ده اساطير طبعا، من اساطير الدوري الانجليزي طبعا. عدم رحيل محمد صلاح من ليفربول خساره. صورة صلاح قدام دولاب الكؤوس والبطولات بتاعته، قال لك ما فيش حد في الدوري الانجليزي تاريخ الدوري الانجليزي كله عنده دولاب زي ده. احصائيه بقى، اخر احصائيه بسرعه بقى، دي حاجه ليك اللي اتعملت في البريمير ليج. محمد صلاح كان تيري هنري ومحمد صلاح وواين روني وهاري كين. محمد صلاح فاز بالمركز الاول باستفتاء جماهيري ونقاد وبنسبه 40% كافضل لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي في اخر 10 سنوات. تأكيدا لكلام حضرتك، دايما بقول انه هاري كين ما شهرش المنتخب الانجليزي او الكره الانجليزيه زي صلاح ما اشهر، وهو رجل انجليزي. هو كان صلاح هو السبب في شهرة الدوري الانجليزي في السنوات ال8 أو 9 الماضيه. شرفتنا ونورتنا يا دكتور، وبشكر حضرتك وجودك معانا. شكرا لحضرتك دكتور ياسر تهامي، شرفتنا. شكرا لفندم. كمان بشكر حضراتكم مشاهدينا، اشكر كل فريق عمل هذه الحلقه واسره استوديو 12. هذه تحياتي، الى اللقاء.